أنا عبد الحليم علي إسماعيل شبانة، لكن أنتوا بتعرفوني باسم عبد الحليم حافظ. اتولدت يوم 21 يونيو سنة 1929 في قرية الحلوات، مركز الإبراهيمية، محافظة الشرقية. والدتي توفت بعد ولادتي بأيام، وستات القرية كانوا بيتناوبوا في رضاعتي، فبقيت أخ في الرضاعة لمعظم ولاد القرية. قضيت معظم حياتي في بيت خالي متولي عماشة، ولما كنا بنحب نلعب أنا وولاد خالي كنا بننزل في الترعة. ومن هنا أخدت مرض البلهارسيا اللي دمر حياتي بعد كده. أخويا الكبير إسماعيل كان مطرب ومدرس موسيقى، وهو اللي عزز حبي للموسيقى مع الأيام. واختي عليا اللي هي أخدت دور أمي في المحبة والاهتمام، ودي الوحيدة اللي عمري ما حسيت معاها باليد. اتعلمت في كتاب الشيخ أحمد، ومن الكتاب الصغير ده دخلت المدرسة، وهناك ظهر حبي الكبير للموسيقى، وصوتي الجميل ظهر في وسط الطلبة. وبعد ما خلصت مدرسة قدمت في معهد الموسيقى العربية قسم التلحين، وهناك قابلت كمال الطويل صديقي اللي كان طالب في قسم الغنى، وتخرجنا سوا. بعدها جت لي بعثة دراسية بره مصر، لكني رفضت أسافر، واشتغلت مدرس موسيقى في طنطا والزقازيق والقاهرة لمدة 4 سنين. بعدها قدمت استقالتي عشان أتفرغ للغنى، واشتغلت عازف في فرقة الإذاعة. قدمت أغاني كتيرة للإذاعة، لكن أكتر أغنية حققت نجاح كانت أغنية صافيني مرة سنة 1953. ومن هنا بدأ مشواري في الغنى والتمثيل، وكل أغنية كانت بتنجح أكتر من اللي قبلها. وكمان الأغاني اللي كنت بقدمها في الأفلام نجحت، وكانت أغاني مبهجة ما تعرفش الحزن، لأني وقتها كنت بصحتي. وقتها عملت أفلام كتير زي أيامنا الحلوة ولحن الوفاء. لكن لما جت سنة 1956 وظهرت أعراض مرض البلهارسيا، حياتي اتغيرت تماما، والتفاؤل اللي في صوتي بدأ يروح، وبقى مكانه صوت حزين ومهموم. وده برضه ظاهر في أدواري، اللي حتى لو كانت أدوار خفيفة إلا إن الحزن على وشي كان ظاهر بسبب دوامة المرض اللي كانت بتهاجمني كل فترة. واضطريت إن أسافر أعمل عمليات في الوقت اللي الناس كانت فاكرة إني بسافر أعمل حفلات، لكني حاولت أكمل وما استسلمش. شهرتي بقت بتكبر معايا، ومع ذلك كان بيحصل معايا مشاكل وخلافات كتير بيني وبين فنانين كبار، وكانت أشهرهم مشكلتي مع الست أم كلثوم. واللي حصل إن سنة 1964 كان في واحدة من حفلات الاحتفال بثورة يوليو، وكان بيحيي الحفلة نجوم كتير، والمفروض إني بغني والست أم كلثوم تختم الحفلة. لكن اللي حصل في اليوم ده إن ست أم كلثوم قررت تغني قبلي الوصلتين بتوعها لحد بعد نص الليل. حاولت أقنعها أغني بين الوصلتين، لكنها ما رضيتش، وأنا غضبت جدا وطلعت على المسرح قلت أنا شرف ليا أغني بعد أم كلثوم، لكن أنا معرفش ده شرف ولا مقلب. والكلام ده وصل لها، وحصل بينا خلاف كبير لدرجة إن في الحفلة اللي بعدها سنة 1965 شطبت اسمي من برنامج الحفلة أصلا. فاستنيت أنا وفرقتي في مسرح البالون لحد ما تخلص غنى، لكن لما هي عرفت غنت وصلة تالتة بأغنية أصلا لسه ما عملتش عليها بروفات. وما الأغنية طلعت وحشة، أم كلثوم أمرت فرقتها تعزف السلام الجمهوري، وقفلت الحفلة والجمهور روح. وبعد 5 سنين خلاف رحت صالحتها وخلصت الحكاية. في الوقت ده كنت ناجح جدا، لكن في وسط نجاحي رجعت تاني أعراض البلهارسيا تهاجمني وبقوة، لدرجة إن في ناس ما كانتش مصدقة إني مريض فعلا، وكانوا فاكرين إني بمثل المرض علشان تعاطف الناس معايا يزيد. وفضلت أخد أدوية بسيطة وما كنتش باخدها بانتظام، وكنت كل فترة بقطع من وقت شغلي وحياتي عشان أعمل عملية شكل. وعليا أختي وأمي حبيبة قلبي ما كانتش بتفارقني أبدا لحد آخر يوم في حياتي، لحد ما وصلوا 60 عملية جراحية في سنين كتيرة جدا. ومع إني كنت إنسان ملتزم، لا ليا في الخمور ولا حتى بدخن، إلا إن تعبي كان بيزيد ما بيقلش. وفضلت مكمل في الغنى والتمثيل، وما كنتش أعرف إن آخر أيام حياتي بتقرب، لحد سنة 1977 لما اتشخصت بتليف الكبد، وده من مضاعفات البلهارسيا، وده سبب لي نزيف في المعدة. التشخيص الأخير كان الدوالي لازم تتحقن، والعملية دي هتتعمل في لندن، والمفروض إنها كانت هتريحني 5 سنين من غير حقن. سافرت أنا
وعلية وشحاتة ونهلة مرات الفنان عبد الوهاب ومجد العمروسي. وفعلا دخلت العمليات، لكن حصلت حاجة خلتني أتشائم، وهي إني بحط دايما مصحف تحت دماغي يوم العملية. بس في اليوم ده المصحف وقع، والدكتور بتاعي أخده حطه في جيبه. بعد ما خرجت من العملية ودخلت أوضتي، وبعد 10 دقايق ضرب الجرس، وجه الدكتور ولقاني بنزف من بقي، فقال لي إن ده تصافي من العملية وده طبيعي. حاولت أنام، بس بعد مرور ساعة النزيف ابتدى يهاجمني تاني، والأرض والمرايات واللبس بقى كله دم. عملوا استدعاء لكل الدكاترة عشان يشوفوا اللي بيحصل، ولما فحصوني اكتشفوا إن معدتي كل الأوعية اللي فيها انفجرت، وعشان النزيف يقف كان لازم أبلع كورة جلد، والجهاز المخصص ليها ينفخها عشان تقفل شرايين المعدة. وحاولت أبلع الكورة دي لحد ما وصلت لنصها بس، ومع آخر محاولة فاضت روحي. أختي اتصدمت وما كانتش مصدقة. نقلوني على الطيارة عشان أرجع أدفن في بلدي في مقابر العيلة، واللي الناس ما تعرفوش إن النعش اللي الناس صلت عليه ومشيت وراه كان فاضي، ودي كانت جنازة رمزية مشي فيها 2 مليون إنسان، وكانت من أكبر الجنازات اللي حصلت في مصر عشان تنتهي أسطورة العندليب الأسود. أيها السادة، جاءنا الآن الخبر الأليم التالي: توفي اليوم في مستشفى كينغز كوليدج بلندن فنان مصر والشرق، الفنان الشاب المحبوب عبد الحليم حافظ. واتدفن عبد الحليم 6 صباحا، والجنازة كان فيه خوف بتتخطف، النعش بتاعه يتخطف ويتبهدل جثمان عبد الحليم، فدفناه وعملنا جنازة رمزية لعبد الحليم حافظ. إن كان أكيد متأكدين 100% إن كان ممكن جثمان عبد الحليم يتخطف، الناس ولا في حراسة ولا في حاجة تقدر تمنع حب الناس دي.